مرحبا بكم مستمعينا فيما يلي النشرة الثقافية. نبدأ من إقليم كردستان، حيث يشارك الفيلم السينمائي الكردي وجه الرماد من إنتاج مديرية سينما أربيل التابعة لوزارة الثقافة والشباب بإقليم كردستان، ومن سيناريو وإخراج شاخون إدريس، في المسابقة الرسمية لمهرجان الرؤى الفنية جسر الفنون، والذي سيقام في مدينة روستوف بروسيا في 24 من الشهر الجاري. الفيلم سبق أن شارك في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، وحاز على عدة جوائز مهمة، أبرزها جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كازان السينمائي عام 2015، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كيرالا السينمائي بالهند عام 2015. وعن الأعمال السورية، صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر مجموعة شعرية للشاعرة السورية لينا عطفة بعنوان على هامش النجاة، وهي أول مجموعة مطبوعة لها. الكتاب يتألف من 76 صفحة، ويحوي 17 قصيدة تتناول معظمها تفاصيل المأساة السورية والحرب والهجرة القسرية. وقد كتبت جميع النصوص في سوريا باستثناء النص الذي حمل اسم المجموعة على هامش النجاة، كتب في ألمانيا حيث تقيم الشاعرة الآن. أما في تونس، كرم مهرجان قرطاج الدولي في تونس زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا من خلال أوبريت موسيقي بعنوان ماديبا. ويذكر أن ماديبا هو لقب أرستقراطي اعتمده أعضاء كبار السن من عشيرة الملكي الذي ينتمي إليها نيلسون مانديلا. وتم التكريم بدورة المهرجان 52 من خلال عرض يلقي ظلال الفن على السياسة والإنسان، حيث يجسد مرحلة هامة من مسيرة مانديلا الذي استهل مشواره كمحام شاب مفعم بروح الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان، ليتحول إلى قائد أفريقي ورمز عالمي من رموز الإنسانية من خلال مواجهته للعنصرية والتمييز بين السود والبيض. وجمع الأوبريت بين الفصول التمثيلية والفقرات الراقصة والموسيقى، وشارك فيها 16 شابا وشابة من مختلف الجنسيات، كما أدوا خلالها 27 أغنية على إيقاعات متنوعة كالسلام والروك والبوب وغيرها. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة الثقافية، نشكركم على حسن الاستماع.